أعزائي المشاهدين، السعادة غامرة، السعادة مرتسمة على وجوه الحاضرين، خصوصا وأنها تحتفل وتلاقي لاعبين نجوم كبار أمثال الكابتن الذي دائما ما يكون في منتصف الملعب، حلقة لها قوة كبيرة، دائما ما يكون في منتصف الملعب، دينامو محرك يمنع كل الكرات، يعزل أغلب الكرات، الكابتن سعود كريري. مساك الله بالخير عبر الشبكة الإعلامية. قبل ذلك كل عام وأنت بخير. وانت بخير، واول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واشكرك على اللقاء والاطراء اللي اطريتي عني، واحس انك بالغت كثير يعني. وثاني شيء اقول الله يبارك فيك وكل عام وانت بخير، الاخوان المسلمين كلهم صحه وسلامه ان شاء الله يا رب العالمين. سعود، اليوم انت تشارك مهند، صحيح بانه مهند في الوحده وسعود كريري في نادي الاتحاد، لكن ربما المنتخب السعودي يجمعهم في يوم من الايام. بماذا تنصح مهند بعد ان انتقل الى القفص الذهبي؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء اقول الف مليون مبروك لاخوي مهند، والله يوفقه، وخطوه ايجابيه يعني خطاها، وان شاء الله ان جميع اللاعبين العزاب ان شاء الله يخطون نفس الخطوه اللي خطاها اخوي مهند. وثاني شيء بغض النظر عن نادي الوحده ونادي الاتحاد، يمكن احنا اخوان، وبالعكس هذا مناسبه كلنا كرياضيين المفروض نوقف مع اخونا مهند في الوقفه هذه الصادقه يعني من كل قلبنا ندعي له ان شاء الله ان ربي يوفقه. وشيء يربطني بعد مهند والله العظيم من اللاعب هذا من اول ما شفته، اول اطراء له في الوحده تنبأت له المستوى، وهذا هو تكلم المستويات بالحقيقه بتواجده معنا في المنتخب السعودي، وان شاء الله ربي يوفقه من الافضل للافضل ان شاء الله باذن احد ان شاء الله. سعود، في يوم من الايام مهند عسيري سيلعب مع الوحده امام الاتحاد، سيكون مهاجم، تسمح له بكره تعدي كرتين؟ والله عاد هذه ان جاء عندنا في النص ان شاء الله يمكن انه نخليه يعدي، بس ورا بالدفاع ما اظن يعني في الشباب ان شاء الله، واتمنى له والله التوفيق ان شاء الله من المهاجمين اللي ان شاء الله بيكون له اسم وباع في الكره السعوديه، لاعب تو صغير في السن، وان شاء الله ان ربي يوفقه، وان شاء الله انه تكون المره ان شاء الله من الصالحين باذن الله، وان شاء الله ان ربي يوفقه، واتمنى ان شاء الله انه يهتم اكثر واكثر في تمارينه، وان شاء الله مع الزواج راح يربط اكثر واكثر، يكون بس بين نادي وبين بيت ان شاء الله، وربي يوفقه ان شاء الله. سعود، في الشبكه الاعلاميه في مصور اسمه عبد الرحمن ميكا معجب كثير باداء سعود الكريري لدرجه انه يقول انا بشوت بالرجلين زي سعود ما شاء الله تبارك الله، تكفى وجه له نصيحه في سر التالق اللي يكون لدى لاعب المحور؟ والله ما في شيء، هو اول شيء اشكره اخوي عبد الرحمن اشكره، وثاني شيء بالعكس يمكن منطقة المحور يمكن من اكثر المناطق في كرة القدم يعني اصعبها، من كان مسؤولية كبيرة، اي غلطة تعتبر هدف. صحيح. وثاني شيء انصحه بانه اذا كان لاعب كورة انصح انه يهتم بتمارينه، بتقوية عضلاته، الانضباط سواء داخل الملعب او خارج الملعب، حياته الخارجيه سواء الزوجيه او المهنيه، يهتم باشياء كثيره يمكن، ويتعلم من اي مدرب، ويتعلم من اي لاعب اكبر منه او اقدم منه في الملاعب، يستفيد من اي مدرب او اي لاعب ياخذ منه الشيء المفيد والشيء اللي يتركه على جنب، وان شاء الله ان ربي يوفقه باذن احد ان شاء الله، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. كلمه اخيره لكاميرا الشبكه الاعلاميه السعيده جدا بلقائها معك. والله اشكركم واشكرك على الاطراء الطيب اللي اطريته علي، والاخوان كلهم في الشبكه، وممنون لكم كل الامتنان، بحكم اني يمكن مقل في الظهور الاعلاميا، بس بحكم اليوم مناسبه سعيده، مناسبه زواج اخوي مهند، يعني اليوم احنا فاتحين على قولتهم على البحري، وان شاء الله اتمنى في الوقت هذا واللحظه هذه ان ربي يسعد ان شاء الله ويرزقه بالذريه الصالحه باذن الله ان شاء الله. شكرا لك. الله يعطيك العافيه الغالي.